من خبايا شارع المعز إن في ضرب اسمه ضرب إرمز أو ضرب قرمز، والضرب ده بيربط شارع المعز بميدان اسمه ميدان بيت القاضي، وبيربطه عن طريق أبو أو قبو اسمه قبو قرمز، وده موضوع حلقتنا النهارده. القبو ده بقى عبارة عن ممر بيعدي منه الناس، فوقه مسجد وخنقاه. خنقاه ده مكان لتعبد الصوفية، فوقه بقى مسجد وخنقاه الأمير سابق الدين مسقال، وهو أحد أمراء السلطان المملوكي ناصر الدين شعبان بن قلاوون، واللي حكم مصر سنة 1363 ميلادية. واتبنى المسجد والخنقاه من جملة مكان القصر الشرقي الكبير للخلفاء الفاطميين اللي كانوا بانيين القصر ده في الفترة دي. أما قصة بناء القبو بالشكل ده فده يرجع للفكر الإسلامي والخاص بالبنيان. وإذا كنت عاوز تبني بناء في أي مكان فأنت لازم وفق الفقه الإسلامي إنك ما تمنعش مرور الناس من مكان لمكان وتسهل عليهم الأمر، وعشان كده اتبنى قبو قرمز. أما حكاية تسميته باسم ضرب قرمز فده يرجع إلى شيخ اسمه الشيخ مصطفى كراميس، وده كان بيدرس العلوم الدينية للطلاب والمتصوفة، وده كان في تكية وضريح سنان باشا الوالي العثماني واللي موجود مكانه في أول الضرب. واتعرف الشيخ مصطفى كراميس عند العامة وعند الناس باسم مصطفى قرمز. عشان كده مع مرور الوقت تحول اسم الضرب نفسه إلى ضرب قرمز نسبة إلى الشيخ مصطفى كراميس اللي تحول اسمه زي ما قلت إلى مصطفى قرمز. وفي البيت رقم 8 من ضرب قرمز اتولد الكاتب والأديب الكبير نجيب محفوظ، والمكان ده أثر بشكل كبير جدا في كتابات الراحل نجيب محفوظ، واللي اعتبر إن الممر الضيق ده بيطلعه من الحارة الصغيرة إلى العالم الخارجي. بيقول الكاتب الكبير جمال الغيطاني في كتابه المجالس المحفوظية عن أبو قرمز حكايات سمعها من الأديب العالمي نجيب محفوظ، ومنها حكاية نجيب محفوظ إن وهو صغير كان بيقول إن في عفريت أبو قرمز واللي بيطلع على شكل عسكري يسأل الناس وهم معديين الساعة كام،